بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. حكايتنا النهاردة حكاية جميلة جدا. قديسة من شهداء أخمين، هي اسمها القديسة تيتا دميانة. وفي عيد النيروز أعلن رئيس دير الشهداء بأخمين في عشية عيد النيروز أمام زوار الدير كلهم عن حكايتها وعن اسمها، وحكى قصتها مع البنت اللي ظهرت لها في الحلم وقالت لها عن اسمها وعرفتها عن نفسها وعن قصتها، وازاي ان هي استشهدت رغم سنها الكبير واحرقوها. استشهدت ولم تنكر الايمان بالسيد المسيح، وان كان ليها اولاد واحفاد بيتعلموا منها. ولما البنت عرفت انها جدة الاولاد فطلبت منها انها تقول لها يا تيتا، وعلى الفور وافقت الشهيدة دميانة دي ان البنت دي تقول لها يا تيتا دميانة. وبعد 3 شهور من الرؤية ديت ظهرت لها تاني ووريتها المكان اللي هي محطوطة فيه، يعني مكان جسدها في الدير. وبالفعل قاموا رهبان الدير وفحروا في المكان اللي هي دلتهم عليه البنت دي حسب الرؤية، ولقوا شيء عجيب جدا. لقوا على وجهها آثار دماء، وكانت عبارة عن كرات حمراء وبيضة وكأنها الإنسان حي لأنهم حللوها. والأغرب من كده لما دخلوها رهبان الدير في عشية عيد النيروز لقوها ان بتنزف دم بغزارة وأكنها لسه الموضوع جديد، وده لأن الطفلة دي كانت حاضرة العشية دي ونادت لها يا تيتا دميانة. ورفعوا جسدها أمام الزوار وعرفوا وأخدوا بركتها. وحضرت زوجة كاهن للمقر الدير في أخمين وقالت لهم ان الرؤية دي صح، وان ظهرت لها هي كمان وقالت لها ان كل الكلام ده مظبوط، وان هي اسمها تيتا دميانة وانها من شهداء أخمين اللي اعلنوا عن نفسهم. فصدقوا فعلا على الحكاية وعرفوا ان هي من شهداء أخمين. والاغرب من كده ان بعد كده لما كرموها طبعا وحطوها في مكان في مقصورة في الدير، وكل الناس خدت بركتها وشفاعتها، وانها ازاي رغم السنين دي كلها شعرها موجود واسنانها موجودة، لكن لقوها يكون في نواح وصراخ بالليل. فاستغربوا جدا ليه هي بتعمل كده. فظهرت لرئيس الدير في رؤية وقالت له ان حفيدها هو كمان بعيد عنها، ووريت له المكان اللي محطوط فيه الطفل ده وكان عمره 6 سنين. فبالفعل قام رئيس الدير وتصحب معاه الرهبان وقاموا بالفحر في المكان اللي هي شاولت عليه، وبالفعل لقوا جسد لطفل صغير واخدوه باكرام شديد وتمجيد ولبسوه التونيا وحطوه جنبها. وإذ بيهم يروا ان القديسة زي ما تكون فرحت بوجود الطفل ده جنبها واتجهت بوشها بالفعل ناحيته وهي اكنها فرحانة بيه. وكانت رؤية وصورة عجيبة جدا للزوار والرهبان ورئيس الدير. بركة صلوات القديسة تيتا دميانة والقديس الصغير الطفل دوت تكون معاكم ومعانا. بركة شفاعتهم وصلواتهم قدام ربنا تشفع لينا وليكم امين يا رب. وما تنسوش تشتركوا معانا في قناة نور القديسين يفرح. ربنا دايما يفرح قلوبكم بكل غالي، واذكرونا دايما في صلواتكم. وامين صلوات القديسين في أخمين وصلوات أمنا العذراء وصلوات القديسين تكون معاكم ومعانا امين يا رب.